رئيس الإغاثة الإسلامية كفر قاسم، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى أن نلقاه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أيها الإخوة الأحباب، كل من الشيخ الدكتور الأستاذ المعلم عكرمة صبري، أيها الإخوة الأساتذة والمدراء ورؤساء المجالس القروية، أيها الإخوة والأخوات، أيها الحفل الكريم، إنه لا يشرفنا ويسعدنا في كفر قاسم في عرب الداخل كما يسمى أن نأتي في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، والتي تزامنت مع حادثة الإسراء والمعراج، حيث كان هنالك الفتح النبوي لنبينا العظيم محمد عليه الصلاة والسلام، حيث فتح هذه البلاد منهجا، وليكون هذا البناء في أول مراحله نقطة انطلاقة حتى يستوعب أولئك الأيتام، أولئك الفقراء والمساكين الذين حرموا من رؤية آبائهم، والذين انحرم منهم آباؤهم حيث كانوا تحت أطباق الثرى. إننا في هذه المناسبة العزيزة السارة لنصرخ من على هذه الأرض المباركة الطيبة بيت المقدس حرسه الله جل جلاله، فنقول كما قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: يا شام أنت صفوتي من بلادي، أسوق إليك صفوتي من عبادي. وكما يقول أيضا: سيؤول الأمر فيما معنى الحديث إلى أن تكونوا أجنادا مجندة، فجند في الشام وجند بالعراق وجند باليمن، فعليكم بالشام، فإن الله توكل لي بالشام وأهله. أهل الشام تلك الفئة المنصورة إلى قيام الساعة، أهل الشام محفوظون إلى قيام الساعة، أهل الشام عناية الله وحفظه تتولاهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية أيها الإخوة الأحباب، يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا بكى اليتيم اهتز له عرش الرحمن، فيقول الله جل جلاله من فوق 7 سماوات: يا ملائكتي من أبكى هذا اليتيم الذي غيبت أباه في التراب؟ فتقول الملائكة: إلهنا وسيدنا ومليكنا أنت أعلم. فيقول الله جل جلاله: اشهدوا يا ملائكتي أن من أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة. فهنيئا لكم في هذه القرية الواسعة المؤمنة، هنيئا لكم حيث احتضنتم في هذه البناية الواسعة، كما استمعنا إلى الأستاذ المهندس أنها ستصل بعون الله إلى 10 طوابق. هذا مشروع كبير وهذا إنجاز عظيم
والله نسأل جل جلاله أن يعينكم على هذا الدرب، ونحن في الداخل لا يسعنا إلا أن نكون مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وترحمهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فنحن معكم قلبا وقالبا، روحا ووجدانا، ونحن معكم ايضا في اقل الواجب الذي نؤديه اتجاهكم، ان نسعى وننفق ونثبت اننا جسد واحد لهذه الامة الذي تمتد في مشارق الارض ومغاربها. وسيأتي اليوم بعون الله الذي نلتهم واياكم في العالم الاسلامي حتى ترفرف رايات الحق، رايات النصر، رايات التوحيد، لا اله الا الله محمد رسول الله، على بيت المقدس واكناف بيت المقدس. ويسألونك متى هو، قل عسى ان يكون قريبا، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. ولقد كتبنا في الذكر، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. فاللهم مكن لهذا الشعب المستضعف في ارضه وبيته ومقدساته يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.